السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات اقتصاديه بلمسه سحريه. لا غوصه تاع اليوم بزاف بنينه، غير بزوج حبات بيض راح ديروا سنيوه لا باس بها وكميه لا باس بها تاع الموسكوتشو وبذوق الشوكولا. شوفوا كيفاش تجي من الداخل، تجي مشربه حتى للقلب. صدقوني البنه بزاف هايله. يعني انا تلمولي بزاف بنينه، كلينا منها الصباح. دوزيام جور كانت خلاصت، يعني تلمولي بزاف بنينه. تاكلي المرص الاول تحبي تزيدي المرص الثاني. شوفوا خفيفه بنينه اقتصاديه ومقاديرها متواجده في كل البيت. لهنا واش عندنا المقادير تاعنا؟ عندي يعني نص كاس تاع الزيت، كاس تاع السكر، انا عبرت بهذا الشوب، تحبوا تعبروا بالكاس الكبير. عندي كاس تاع الحليب يعني بارد عادي، زوج اكياس تاع خميره الحلويات يعني كل كيس 10 غرام. عندي علبه تاع ياغورت اي نكهه. عندي زوج ملاعق كبار تاع الكاكاو، رشه تاع الملح، زوج حبات بيض. البيض تاعكم ضروري يكون بدرجه حراره المطبخ. الا كان عندكم في الفريجيدير تجبدوه، خلوه يعني ساعه ولا زوج سوايع ما تخدموا. جبت الطاس تاعي اللي حنخدم به، ولا جيبوا الغيسيبيون، درت فيه زوج حبات بيض، رشه تاع الملح، لافاني درت بودره والليكيد، وبديت نخلط بالبغا ميكسور والسكر، هذاك الكاس تاع السكر حتى يعني يبيض لي شويه الخليط. من بعد نروح ندير هذاك الحليب والعلبه تاع الياغورت قلت لكم راح يعطيكم بنه الموسكوتشو وتجيكم بزاف خفيفه، تجيكم بزاف بنينه صدقوني. شوفوا كي نخلط بالبغا ميكسور القوام كيفاش يكون، يعني القوام كيفاش يكون ثقيل، يكون هايل. هذه هي الريزولتا مليحه اللي راح تعطيكم نتيجه يعني شابه الموسكوتشو تاعكم. فوالا لهنايا جبت المكونات تاعي الجافه، بديت نغربل فيها. درت يعني الفارينه، درت كاس ونص. شوفوا راح نعطيكم ملاحظه جد مهمه، لانه ديجا كنت دايره يعني فيديو تاع الموسكوتشو، كاين واحد المشتركه قالت لي شغل الفارينه ما شغل ما عرفت لهاش العبر. لهنا ملاحظه بالنسبه للفارينه، تاكلكم كاس ونص، تقدر تاكلكم كاس وربع على حسب الفارينه تاعكم، وتقدر تاكلكم حتى لزوج كيسان، ما ديباسيوش فوق زوج كيسان. مي كاس ونص كاس وربع حتى لزوج كيسان على حسب النوعيه تاع الفارينه. انا واش ندير كاس ونص، ساعه نشوف ندير الا بقى لي يبقى نخلي هذاك الربع. الا شفت الفارينه زعما يعني مليحه، خاصه كي نبدل النوعيه تاع الفارينه. الا شفت الفارينه هذيك راني مولفه نخدم بها، راني ندير العبر سوالي مولفه به. الا شفت النوعيه جديده وبدلت الفارينه نحاول هذيك الربع ما نكملوش كامل، ونشوف ندير القوام، ونشوف في الاخير نتحصلوا على هذا القوام يكون متماسك، ماهوش ثقيل بزاف وما راهوش خفيف. خلطوا مليح بالفوي. شوفوا هنا كي ديروا الفارينه والكاكاو خلطوا بيان وخلوه يريح شويه، ومن بعد عاودوا ولوا ليه. علاش؟ لانه الفارينه مع الكاكاو راح يتقل لكم الخليط. كي تخلوه يريح شويه يعني حوالي 3 دقائق حتى 5 دقائق، فهمتوني؟ من بعد عاودوا ولوا للخليط تاعكم وشوفوا الا مازالوا خفيف زيدوا هذاك ربع كاس تاع الفارينه، غربلوه بيان سور. ولا شفتوا القوام تاعو يعني راهو كيما هذا كيما جاني انا القوام، ما تزيدوش الفارينه، يعني كاس ونص كانت كافيه. جيسبر راني شرحت بالتدقيق للناس هكا يعني اللي عندها مشكل مع الفارينه واللي عندها مشكل مع الموسكوتشو ما يطلع لهاش وما يجيهاش خفيف. فوالا درتو على 160 درجه، خدالي يعني 35 الى 40 دقيقه لا اكثر. تشوفوا الاطراف الدناو على السنيوه تعرفوا بلي الموسكوتشو تاعكم طابت. لانه كاين اللي يقول لك انا ما نعرفش كي تكون فيها الكاكاو. واش نروح ندير؟ نخليه يبرد تماما، من بعد نروح نشربه. ما تشربوش وهو سخون راح يجيكم معجن. نجيب الكاسرونه تاعي ولا طنجره، راح ندير فيها كاس ونص تاع الحليب و3 ملاعق كبار تاع السكر، وراح ندير فيها 2 ملاعق كبار تاع الكاكاو. هنا ملاحظه، انا بعد ما طابت لي هاد لاصوص شوكولا زدت لها ملعقه كبيره تاع شوكولا تاع الطلي. نتوما تقدروا تستغناو عليها لانه النوعيه تاع الكاكاو ما عجبتنيش، سي بوغ سا درت شوكولا تاع الطلي، ولا تقدروا تعوضوها بشوكولا تاع الحب هذيك يعني. درت ملعقه صغيره تاع لافاني بودر، اون بانسي صغيره تاع الملح، ودرت قلت لكم 2 ملاعق كبار تاع الكاكاو وملعقه كبيره تاع الفارينه. ما ديروش المايزينا، ديروا الفارينه. فوالا لهنايا بعد ما بردت لي الكيكه تماما جبت كاس تاع الحليب، درت فيه ملعقه تاع بودره تاع الشوكولا، ونروح نشرب يعني الكيكه تاعي. هنا بعد ما شربتها باش نروح ندير هذاك الخليط يطيب فوق النار، لانه لو كان ديروا الخليط يطيب هو الاول ولا راح ديروه يطيب يعني وانتم مازال ما شربتوش الموسكوتشو تاعكم، لهنا راح يتقال لكم الخليط، لانه اوتوماتيكمون فيه الفارينه وفيه الكاكاو. فوالا راني نشرح لكم بالتدقيق باش تفهموا وباش اي وحده ينجح معاها وما تقوليش ما نجحش معايا، راني نعطيكم بالتفاصيل.
ادق التفاصيل راني نمدها لكم، يعني في كامل لي غوسات تاوعي نعطي ادق التفاصيل باش اي وحده ينجح معاها. هنا بعد ما شربت هذيك الكيكه تاعي بهذاك الحليب وبودره الشوكولا، قلت لكم اللي ما عندهاش بودره الشوكولا تقدر تشربها غير بالحليب، فوالا. وبعد ما عقدت لي هذيك لاصوص شوكولا قلت لكم ضفت لها شوكولا تاع الطلي، ولا تقدروا تضيفوا لها يعني 2 مكعبات تاع الشوكولا هذيك تاع الحب عادي، لانه ما عجبتنيش النوعيه تاع الكاكاو، كان فيها شويه مراره، يعني سيت نحليها بشوكولا تاع الطلي. فوالا. ولا هنايا في الاخير رحت حكمت هذيك الشوكولا تاعي اللي طابت لي لاصوص شوكولا ودرتها في السنيوه تاعي، وبديت نمسح بسباتول يعني باش تجيني نيفو واحد. فوالا. دخلتها لهنا للامانه، كنت المسكوتشو درتها في الليل وخليتها في الثلاجه تبرد يعني، وفي الصباح رحت قدمتها، لانه نحب نقدمها بارده خاصه كي تكون فيها هاد لاصوص شوكولا بالذات. نقدمها نتوما عادي ديروها، يعني الا درتوها الصباح عادي وقدموها عشيه، ولا يعني على ساعه، ولا خلوها تريح باش هذاك الحليب اللي شربتوه ياخذ يعني كيما نقولوا وقته، وما يجيكمش هكا، لانه لو كان تقدموها سخونه ما راحش تستبنوها مليح مليح. من الاحسن المسكوتشو تاعكم هذه كي تكون مشربه وتكون في نفس الوقت فيها صوص شوكولا تتقدم بارده. انا قلت لكم درتها في الليل، غطيتها دخلتها للثلاجه، وفي الصباح قسمتها وزينتها، يعني زينتها بشويه تاع الكاوكاو، وزينتها يعني لهنا جبت هذيك اللي نقشروا بها البطاطا، وكنت حكمت هذوك القطع تاع الشوكولا وبديت نزين امامكم، يعني هكا كفكره فقط. شوفوا في الاخر كيفاش تجي، قلت لكم صدقوني تجي بزاف خفيفه، تجي مشربه، وتجي كيما نقولوا بزوج حبات بيض فقط راكو درتو كميه لا باس بها، خاصه الناس هكا اللي يجوها ضياف على غيله وتخمم واش دير. صدقوني هذا المسكوتشو سلاكت الحاصلين. انا ساعات نديرها هكا كي يجوني هكا، يعني كي يجونا ضياف ولا نديرها، صدقوني كاع تعجبهم. ما كاش واحد ما دقش عندي هذا المسكوتشو وما عجباتوش. تعلموا لي خفيفه وتجي بنينه وخاصه اقتصاديه، وقلت لكم مكوناتها متواجده في كل بيت. ملاحظه اخرى واخيره، تقدروا اللي ما عندهاش كاكاو في الدار، ساعه انا شخصيا ما يكونش عندي كاكاو في الدار، ندير هذا المسكوتشو يعني عادي نديرها بيضه، ما نديرهاش بالكاكاو، نطيبها نفس المقادير نفس الطريقه نفس المكونات، فقط في بلاصه لاصوص شوكولا ديروا شونتيي ولا ديروا كراميل من الفوق مع يعني تزيين كيما تحبوا نتوما. المهم تهمنا حنايا النتيجه في الاخير. شوفوا كيفاش تجي مشربه وتجي خفيفه. صدقوني اللي راح تجرب هذه الوصفه مستحيل راح تبدلها، راح تقعد معتمده عليها. معلي غير نقول لكم السلام عليكم، انا وصلنا لنهايه لا فيديو، وجربوا الوصفه، حطوا لنا لي كومونتير هذوك الشابين. اللي ماهيش مشتركه في القناه تشترك في القناه، تفعل الجرس هكا باش كل ما نحط فيديو يلحقها. سلام عليكم.